السلام عليكم، يا هلا، ايه رأيكم نعرف تفاصيل الديكوباج على الصينية دي بالتفصيل باستخدام الشوك بينت. بس قبل ما نبتدي عايزين نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتعملوا فولو وسيف وكومنت ولايك وكل حاجة. تسلموا. السلام عليكم، يا هلا. الفيديو ده هنتعرف على الشوك بينت واستخداماته وليه بستخدمه. يعني مش بستخدم البلاستيك العادي. هجرب لكم ماركه جديده اسمها اولو. خلاص. هي صاحبتها بعتلي عينات منها فهجربها معاكم. هنعمل دلوقتي صينيه بالشكل ده. خلاص. هخفف الظهر من ورا بالسوليتيب وهوريكم نخففها ازاي علشان لما نيجي ندمج يبقى الشكل يعني باين هو نظيف، مش في حاجه عاليه قوي. وبرده بعلي شويه باللون من الجناب. هنشوف هنعملها ازاي ان شاء الله. طيب، اول حاجه هي الورقه. لازم انا بعمل السوليتيب يعني بعمله من فوق لتحت، من تحت لفوق. هنشوف عدت الورقه ازاي يعني. لكن مش مثلا ما اجيش في الجنب كده، مش هيطلع معايا الطرف كويس. وبكارت كده اضغط جامد علشان تلزق الورقه كويس. وهجرب بقى، بسيب طبعا طرف هنا للسوليتيب. واضح انه مش الحته دي. نجرب الناحيه الثانيه. المفروض كده انها الناحيه دي هبقى اعمل عليها تاني علشان كده بتبقى تتخفف اكتر. هخفف الناحيه التانيه كمان. كده عايزه من الاربع جوانب. بس هي طبعا لما بتكون متشال منها حته اصلا تسهل شويه زي دي كده. يعني هيبقى حافز ليها انها تخرج. الحته دي ما اتخففتش حلو خالص فهعملها تاني. هبتدي بقى اسس. مش محتاجه ان انا اسس الصينيه لان الشوك بينت مش محتاج تاسيس وده ميزته. فالمفروض ان انا هصنفر الاطراف كويس لان هي هنا خشنه شويه. ولو في حتت حفر بعمل لها معجون، بس دي نضيفه ما فيهاش حفر. المعجون طبعا بيكون الاول بعديها الصنفره. فانا هجيب الصنفره واصنفرها وبعدين نشوف ازاي هنعمل الشوك بينت.
هي دي بقى اقوله لازم ارج الاول العلبه كويس قبل ما استخدمها، وبعد كده هي طبعا يعني ما شاء الله التغليف حلو قوي، محكمه الغلق. هو انا تخيلي للموضوع برضو ان هي هتكون اللي من جوه لبني، والخلفيه اللي تحت دي برضو هنعملها ريش، ممكن اجيبها على جنب كده عشان اكمل هنا نفس الخلفيه. و وبره هيكون البينك، و والصينيه بقى نفسها من فوق كده هعملها لبني برضو. فقلنا لازم نرج كده فانا هعمل ده من بره بس، مقفول برضو من الناحيه التانية ان شاء الله التغليف كويس. وهي كمان كانت جايبهولي في كرتونه ملفوفه حواليه برضو داير عشان يبقى محكم. وكويس برضو قوي ان هنا في غطا كده علشان اللون ما ينشفش، لان الشوك بينت برضو بيكون سريع الجفاف. انا باخد شويه من الغطا اصلا علشان المفروض الشوك بينت ده بتكون تغطيته عاليه. شوف كده بسم الله الرحمن الرحيم، هو بيحتاج يعني طبقتين بالكتير، طبقه او طبقتين. هو التغطيه بتاعته حلوه. المفروض واحنا شغالين في الشوك بينت لو حسينا ان في يعني ريجه او كده نعمل بالبخاخ كده. احنا هنعمل طبقه ولما تنشف هنحط بقى الطبقه اللي بعدها. الافضل ان انا اخلي الظهر في الاخر علشان هو واحنا شغالين يعني لو السطح مش نظيف قوي، وده العادي بتاعنا، انه بياخد الوان. فالاحسن ان احنا نحط نخليه في الاخر، عشان كده كده هنحتاج نعيد عليه فيبقى مش كتر طبقات يعني. ممكن كمان نحطه ينشف كده على حاجه عاليه لو انا مش عايزاه يلمس يعني انا شايفه بالنسبه لرايي في التغطيه بتاعته ممتازه، مقارنه بكانتري هاوس. انا جربته كان حلو بصراحه، هو زيه مع فرق طبعا الاسعار والكميه. هي كمان عامله عليه اوفر حلو قوي، يتواصلوا معاها على الصفحه بتاعتها قولوا. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وحقوا عشان هي عامله لفتره محدوده. هنخلص بقى دي ونرجع تاني نشوف الورقه بقى هنلزقها ازاي وندمجها ازاي. مع السلامه.
هنا انا اسستها بقى باللون الابيض علشان الورقه لما هحطها لازم يكون تحتيها ابيض، لان انا مخففه الاطراف. لو مش مخففه الاطراف ممكن اقدر الزق الورقه عادي من غير ما تتاسس. الافضل طبعا انها تتاسس، بس طالما انا هخففها الاطراف فهيبان عندي حتت فاتحه، فلازم هنا اكون مؤسسه باللون الابيض كويس. فانا اسستها بالجيسو اللي هو بيكون مقدار من الغيره الابيض عليه مقدار من بودره التلج، وبدوبهم بشويه ميه، وبعدين احط مقدار او مقدارين من اللون الابيض. عايزين تحطوا لون ابيض بلاستيك اللي هو GLC، او عايزين تحطوا سايبس 700، او تحطوا على حاجه تحطوا جوتن اللي هو فينوماستيك، براحتكم يعني. كل واحد بقى والبادجت بتاعه، ولو في عايز يحط اكريليك برضو كله يعني بيشتغل. بس ان انا بحط بودرة تلج او في ناس اللي هي بودرة الاطفال يعني، وفي ناس برضو بتحط حاجات تانية، بودر جبس على ما اعتقد. وبس انا بشتغل بيه كده وحلو ومريحني، ودي يعني الطريقة اللي انا اتعلمتها. بعد كده بتحطوها بقى في علبة وتشتغلوا بيها عادي كل ما تيجوا تأسسوا حاجة. هسيبها تنشف وبعدين هلزق الورقة معاكم ونشوف بقى نلزقها ازاي. مع السلامة. هنا بقى دي الدرجة التانية، عايزة اعمل درجة فاتحة زي الصينية، زي سوري الورقة، فدي اغمق. هفتحها بقى بالبلاستيك الابيض عادي بتاع جوتن فينوماستيك، احسن حاجة طبعا. بس لو عايزة اقلل شوية، انا عن نفسي بشتغل بصراحة بGLC 30 درايتون اللي هو ده. بس هفتحه علشان يبقى نفس درجة الخلفية. برضو الغطا ده او الطبة دي موجودة، ودي مهمة جدا. ويعني ميزته انه يعني بيور خالص ومش مكلكع، ما فيهوش يعني حتت ناشفة. كانت حاجة من بتضايقني شوية مع كانتري هاوس، انه اللون بيكون مكلكع شويه، بس مع الفرشه وحركتها بتتفتت الكتل يعني او باين. بس هبتدي بقى احط من هنا لون. بعمل حركة كده علشان اعرف اجيب نفس درجة اللون بالظبط. بجيب كيس نايلون، او ساعات بيكون في الكيس اللي بطبع فيه بيكون شفاف كده خالص، بجيبه واحطه على الورقة عشان يكون ظاهر لي اللي تحته، واحط فوقيه اللون. هو واضح انه فينتج شوية، فهنحتاج له درجة نقطة بني صغيرة. جبت بني واسود. هنشوف كده مين فيهم اللي هيدينا الدرجة. هجرب في حتة صغيرة. هو الاسود مدي درجة جراي اهو جميلة، فتمام. يبقى انا كده هحط من الاسود. هو طبعا الاسود بيغمق اللون جامد، فيدوبك نحط منه حاجه بسيطه قوي، ولو احتاجنا تاني نزود، لكن لو زودنا في الاسود مش هنعرف نقلل بعد كده. لو شفت النقطه دي كده لقيته جامد. عشان يندمج كويس بيبقى مهم ان انا استخدم
الميه، بخاخ الميه ده، تلاقي اللون طيب حلو قوي. وانا بحط الفرشه دي غلط هنا على الورقه، فبكون انا دهناها اصلا وربيش اول ما بجيبها، فبيكون سهل ان انا لو حصل بقعه زي دي ان انا اشيلها بالورش. راحت اهي خالص. بعد كده هنا برضو نشف، لو محتاج صنفره صنفره. صنفرت القاعده بتاعت الصينيه، وابتدي بقى الون اللون اللبني ده على جوانب الصينيه بس. علشان ما ينزلش هنا اللون تحت لازم الزق تيب. التيب ده بيجيبه من عند الموين، بلزقه على طرف الصينيه خالص عشان لو في حاجه جت بالغلط، ده هيحصل اكيد برضو. هو ميزته ان هو بيبقى عامل زي الورق، فاول ما تقطعيه كده هيتقطع. نجيب برضو كف كده نقفله كويس عشان ما يسربش. كان في حته زياده هنا هتمنع الدهان يدهن فوق، فانا شلتها. بس نيجي بقى كده الفرشه تبقى يعني اللون فيها قليل، لان زي ما قلنا التشوك بينت توطيته كويسه، مش محتاج ان انا املى الفرشه بتاعتي. وحتى لو لون بلاستيك ابيض عادي برضو الاجانب بيقولوا موس از مور. الحبه الصغيرين هما كتير اصلا، هما كفايه يعني. less is more. خد بالي بقى ما عدتش التيب، يعني ان هو برضو رفيع شويه. هي في نواحي اصلا هتبقى لونها برضو درجة اللبني دي وهتندمج مع الباقي، بس برضو في حتت هتبقى مفروض احنا هنكمل اللون البيج بتاع زي كأنه الترابيزة بتاعت الوردة دي، الفاز دي، او في حتت برضو فالحتة دي مش عايزاها انها تبقى فيها يعني لبن خالص. بس فعلا اللون توطيته حلوه وزي ما قلت لكم مفيهوش حاجات مكلكعه، ودي اكتر حاجه عجباني فيه، وسعره بصراحه يعتبر حلو قوي. فان شاء الله بالتوفيق كده. وطبعا تجديد الاساس بقى التشوك بينت ده بيكون الطف حاجه بنستخدمه في تجديد الاساس، لانه بيكون يعني انه يمسك فيه الدهان، يعني دي قابليه عاليه لانه يمسك في الدهان القديم. وغير ان هو برضو بيدي ملمس شوكي كده وقديم شويه وبيبقى حلو.
بس كده المفروض خلصتها. هسيبها تنشف بقى وهديها الطبقة التانية، وبعد كده اشيل الطين. طيب هنا خلاص اول طبقة نشفت، هروح بقى صنفرة برضو زي ما اتفقنا، خصوصا الاطراف دي. ما ننساش بقى واحنا شغالين نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نذكر ربنا، ولو متاح ان احنا نسمع حاجة برضو قرآن او درس او اي حاجة تفيدنا، هيبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر. وكمان ان احنا ناخد نوايا واحنا شغالين، ان احنا ان من بتكلم من عمل يديه مغفورا لها، وان ان كمان ما نضيعش وقتنا في حاجة مش مفيدة، احنا بنعمل حاجة مفيدة تخرج طاقتنا وتبسطنا، وبنعمل هدايا وبنوفر بيها، نحافظ بيها على فلوسنا برضه، بدل ما نروح نصرفها في حاجة تانية، لبس ولا أكل ولا حاجة ملهاش معنى. كده يبقى احنا حافظنا على فلوسنا، حافظنا على وقتنا، حافظنا على صحتنا كمان، لأن احنا لو قاعدين فاضيين غالبا هنقعد ناكل، يعني ده الطبيعي. فلا كده احنا حافظنا على صحتنا وما اكلناش. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا خسيت من بعد ما ابتديت خصوصا اعمل فيديوهات وكده، عشان بتاخد وقت في التصوير ووقت في المونتاج ووقت في كل حاجه تقريبا. فخسيت خالص ما بلحقش اكل، يعني انا دوب اخلص بسرعه قبل ما الولاد يجوا من المدرسه ومن الحضانه والحق اقفل حاجتي واول ما بيجوا بقى ما بعرفش اكل ولا اعمل حاجه، فاكلهم هما. فيا دوبك لو اخدت مثلا كوبايه القهوه بتاعتي يبقى حلو قوي. وانصح اي حد عايز يخس انه يشتغل ديكوباج او يشتغل يعني عامه اي حاجه بايديه بتلهي الواحد عن انه يبقى حاسس انه فاضي، فيبقى عايز ياكل يجوع يعني. هشيل بقى التيب دلوقتي. خلي بالي برضه عشان هو بيكون طري مبلول كده، فلو وقع برضه على الصينيه يرجع يعمل لي فيها لون. الحتت بقى اللي بالغلط دي فيها اللون عادي، هاجي عليها برضه بعد كده في الاخر بدرجه اللون الجديده يعني. هحط الورقه بس هنا الحته دي مش نظيفه. هجيب الورنيش، اجيب ورنيش، ولازم تكون معايا فرشه نظيفه خالص، انا عاملاها للورنيش خلاص. اتاكد ان مفيش حتت بارزه لان هتظهر في الورقه من تحت. برضو مهمه قوي، مهمه جدا الاركان، فالركن لازم يكون فيه العزل بتاعي كويس قوي 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 قوي، علشان الورقه ما تجيش من الطرف وتفك. هيبقى معايا بقى الكيس النايلون اللي هلزق بيه الورقه كويس. اول حاجه بحط الورقه على الكيس، اخلي ظهرها تحت، اخلي وشها سوري ولا تحت، جي على الورقه اللون من ورا، حته المفروض ان الحته تتقص هنا زياده، نسيت اقصها اللي تحت دي، عشان التمج بقى يبان كويس.
نقطع مش نقص. انا هرشها بقى بالميه دلوقتي. انا في العادي بصراحه مش بحب ان انا اعمل دمج، بس حبيت اعمله معاكم المره دي. يعني بياخد وقت، بيبقى عايز يعني انت لازم تجيبي الدرجه بالظبط بتاعه الخلفيه، ونعمل بقى ستنسل يغطي الاطراف بتاعه الورقه عشان هتكون باينه. حاسه ان الورنيش مش كافي وان الورقه كانت اكبر منه شويه، فعايزه اكمل شويه في نحاول نخلي دايما السطح بتاعنا نظيف عشان ما يحصلش الحاجات زي دي كده. انا حاطه والله جنبي وايبس دايما بنضف، بس بقى قدر الله ما شاء فعل. طبعا الكيس مش مظبوط، عايزه اخليه معدول. بس نتأكد برضو ان الكيس يكون نضيف خالص، مش عليه اي لون. بالكارت من النص لبره، او بمنديل علشان الكارت ممكن يكون ناشف شويه يقطع الورقه، خصوصا لو هي متخففه زي دي. لكن لو مش متخففه عادي برضو كده كده ايدي تكون خفيفه خالص. لسه في تقاطيع، انا بحرك الصينيه في الضوء فبعرف ابص على التقاطيع كويس، اي بابل اعرف الاقيه. ماشي كده بالراحه، واعكسها كده في الضوء برضه، اتاكد ان مفيش اي بابل خالص. هو الديكوباج يبان انه يعني
سهل جامد، ان هو محتاج برضو خفية ايد وحرفية. طيب هينشف بقى، وبعدين نبتدي نعمل دمج بقى. لو هو مبلول كده عملنا له دمج، الورقة ممكن تتقطع معاه. ممكن ادخل معاها ابيض برضو عشان تعمل يعني تمويل شويه. لو انا مش عارفه اني اظبط الخلفيه بالظبط، فباخد بدخل انا على الخلفيه بتاعت الورقه، اخليها زي خلفيتي يعني. اخلصها وارجع لكم. انا هنا بقى حطيت خلفيه من تحت للترابيزه دي بالبيج، ودمجتها مع اللون اللبني. ماشي، احاول بس في بيج كده اتعمل على جنب، عايزه اشيله. هحط لبني عليه. بس وهدي بقى هنا مدورة الطبق التاني. لا اي حاجة، مش حاجة، هدي مفيش حاجة حبيبي. هدي هنا طبقة للتشوك بينت، هصنفر هنا الحتت الزيادة كلها. الفرشة المفروض لما اجي اشتغل بيها احطها في كيس، ولما اجي اشيلها عشان ما تنشفش يعني، بدل ما اغسلها وبعدين هبقى ارجع لها تاني. في تجديد الاساس ان احنا مش محتاجين ناسس السطح برضو بتاع الفرنتشر بتاعتنا، لكن ممكن نصنفر. يعني في ناس في الاجانب مش بيقولك ممكن ما تصنفرش وكده. يعني ممكن تعمل ده في حاله ان دي القطعه بتاعتك في البيت، مش حاجه هتديها لحد، عشان لو هي حاجه انت عاملاها لحد مع النقل وهتتاثر ممكن الدهان يقع، فساعتها يعني يبقى كده الشغل مش صح. انما لو حاجه ليك انت في البيت وهي ثابته في مكانها، مش بتتنقل يعني، بتتحرك وتخبط كتير، يبقى ممكن ما تصنفرش. بس هسيبها تنشف بقى واجيبها. دلوقتي بقى هعمل اخر خطوه خالص، وهي فرشه نظيفه. احط الخلطه الخطيره اللي هي بعزل بيها اي حاجه، وبلزق برضو بيها، اللي هي بتكون مقدار غيرة على مقدار ورنيش مائي على نص مقدار من المية، وهدهن بقى بيها كل الصينية. وبعديها في الاخر اروح بعد ما تنشف، طبعا هديها 3 طبقات بينهم نشفان. بعد كده احط طبقة سبراي دوكو شفاف برضو، واسيبه ينشف، وبعدين كمان طبقة واسيبه ينشف، علشان اضمن بقى ان اللي يستخدمها بعد كده يعرف ينضفها كويس، وحط عليه حاجة سخنة تفضل كويسة ومفيهاش اي مشاكل. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش بقى لايك وسيف وفولو لو على الانستجرام والتيك توك، وكومنت. مع السلامة.